2025 كانت سنة سقوط المنتخبات المصرية، سواء منتخب تحت 17 سنة، منتخب الناشئين، واخرهم منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، وخرجنا بأداء مغزي بعد الهزيمة طبعا بثلاثية نظيفة أمام منتخب الأردني. شفت الأجواء إزاي؟ بس في البداية خليني أرحب بيك يا مو. حبيبي يا مو، وحشني جدا. خليني بقى أعرف منك كده إيه اللي حصل في البطولة دي؟ إيه الأسباب اللي خلت المنتخب يخرج بالشكل الهزيل ده؟ طبعا خلينا نكون متفقين في البدايه ان اللي حصل ده كارثي، كارثي بكل معاني الكلمه. يعني انت تعادل مع الامارات، تعادل مع الكويت، خساره من الاردن. لا، هل ده اللي احنا كنا مستنيينه؟ يعني نرجع ونقول هو انت كنت رايح ليه؟ يعني انت دلوقتي قبل بطوله مهمه. لازم يبقى عندك هدف. أنت إيه بالظبط. الهدف من البطولة؟ أنت رايح تحقق إيه؟ هي في الاول والاخر هي بطوله مهمه، بطوله كبيره. وخصوصا البطوله دلوقتي بقت معتمده من الفيفا، يعني انت بالظبط. دلوقتي البطوله تقدر تضيف لالقابك القاريه بشكل كبير. بالظبط، والعائد المادي بتاع البطوله مش قليل، صح. عائد كبير جدا. صح. عندي مشكله صغيره مع ان في ناس مقتنعه او شايفه او واصل لها ان لا، ده البطوله دي بطوله وديه. انت فاهم قصدي؟ او بطوله احنا هنجرب فيها. لا، بطوله كبيره، بطوله زي ما انت بتقول، بطوله رسميه، بطوله معتمده. ففين التخطيط؟ يعني قبل بطوله زي دي كان فين التخطيط للبطوله؟ بتحدد اهدافك، انا رايح ليه، عايز ايه، ممكن اوصل لفين، والا ما تشاركش. يعني لو هيبقى منظرك بالمنظر اللي احنا اتفرجنا عليه وشفناه ده، ما تروحش. عايز اقول لك، هو كابتن حلمي طولان اصلا كان بادئ البطوله قبليها، كان في معسكرين، المعسكر بلعيبه وبدا البطوله بلعيبه تانية خالص. يعني خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، لعيبه بيراميدز اللي كان كابتن حلمي طولان بيضمها طبعا في المعسكرات ما كانوش موجودين. كابتن حلمي طولان بعد البطوله، بعد في المؤتمر الصحفي اللي بعد الهزيمه من الاردن، قال لك هو شخص واحد المسؤول عن المنظر اللي خرجت بيه منتخبنا الوطني بالمنظر ده، وقال لك ان الشخص ده ما رضيش ان هو ياجل الدوري، وفي مشاكل كتير في لعيبه ما انضمتش، ما حصلش تنسيق ما بين المنتخب الاول والمنتخب الثاني. سيبك بقى من كل ده، معلش قبل ما اقطع، يعني أكيد. سيبك بقى من كل ده. انت ازاي كاتحاد كوره تجيب مدرب اللي هو كابتن حلمي طولان وانت عارف ان في مشاكل ما بينه وبين حسام حسن، في مشاكل ما بين كابتن حلمي طولان وكابتن حسام حسن، فعشان كده مفيش تنسيق ما بين المنتخب الاول والمنتخب الثاني، طيب انا عشان كده هسألك شفت المنتخب بالشكل ده. طيب انا هسألك سؤال، ايه اللي منع حسام حسن من هو يقود المنتخب في البطولة دي؟ حسام حسن كان خايف ان هو يطلع البطوله دي ويخسر ويطلع بنتيجه فيتكشف قبل بطوله افريقيا، فالاتحاد الكوري يمشي. هو ما رضيش انا كده. ممكن اعذره. عارف ده ليه؟ ليه؟ لان ده كان هيبان من وديات الكابتن حسام حسن، ما رضيش ان هو يلعبها في الفتره اللي قبل كده. واللي اثرت عليك في التصنيف بالظبط كده. بالظبط كده. ممكن اعذر حسام عشان حاجة واحدة بس، وهي انه ممكن يكون خايف ان المدة الزمنية بين فاينل، لو انت كنت وصلت فاينل بطولة كأس العرب 18 ديسمبر، وبين اول ماتش للمنتخب في بطولة افريقيا 22 ديسمبر، الفرق بينهم 3 ايام. فممكن هو يكون خاف عشان الاصابات. ولكن نرجع ونقول، انت كنت فين طول الفتره اللي فاتت؟ سيبك من بطوله كاس العرب، فين الوديات اللي انت كنت ممكن تجهز بيها لعيبتك لبطوله كاس العرب ولبطوله افريقيا كمان؟ ده ما حصلش. بص يا محمد، هقول لك على حاجه. مبدئيا كده مفيش اعذار، لا، مفيش مفيش اعذار اي عذر طبعا. نقدر نديه لاي مدرب من المدربين او من اتحاد الكوره اصلا او منظومه انا بقول لك بشكل احنا عام. لو يعني ليه؟ هنطلع له هقول عذر. لك ليه. انت دلوقتي في القائمه بتاعت المنتخب الاول انت مختار لعيبه، اللعيبه دي مش جاهزه بشكل كبير جدا، ولكن انت ضمتها. طب ليه ما كنتش تخلي اللعيبه دي تبقى موجوده في بطوله كاس العرب تجهزهم لبطوله افريقيا؟ خصوصا ان انت عندك اكتر من لعيب، انت عندك اكتر من لعيب صغار السن، كنت تقدر تخليهم يشاركوا في بطوله كاس العرب تجهزهم لبطوله افريقيا. فين لاسباب محمد شحاته؟ لاسباب بره محمود الكوره. صابر؟ كل دي فين؟ اسباب بره الكوره. ما انا بقول لك، فين محمود صابر؟ فين محمد شحاته؟ اسامي كتير. فين امام عاشور؟ امام عاشور بعيد عن المشاركه بشكل كبير فين مع النادي محمد الاهلي. اسماعيل. فانت عندك لعيبه كنت تقدر تخليها تشارك في بطوله كاس العرب بتجهزهم لبطوله افريقيا، يعني دي بالنسبه لك مكسب كبير جدا، فاهم؟ ولكن انت ما عملتش ده خالص، لان في مشاكل ما بين الكابتن حسام حسن، في مشاكل ما بين الكابتن حسام حسن والكابتن حلمي طولان، فده اللي عمل المنظر السيء اللي احنا شفناه ده. مفيش اي تنسيق خالص ما بين المديرين الفنيين. عندك الوزير اشرف صبحي حتى طلع بتصريحات وقال لك احنا كان طبعا المنظر ما كانش كويس جدا ان احنا نشارك في البطوله دي ونخسر بالمنظر ده، ولكن احنا كنا رايحين بس عشان نساند الاشقاء العرب في البطوله، ولكن الهدف ما كانش البطوله بشكل عام. يعني هو دي كانت تصريحات الوزير اشرف صبحي. قال لك احنا عايزين نبني منتخب يكون منتخب دائم نبني عليه السنين اللي جايه. ولكن يا سياده الوزير، احنا الكلام ده بنقوله كل سنه، اتحاد الكوره بيطلع بنفس المبررات كل سنه بعد ما بنخرج من بطوله. فانت عندك مشكله في التخطيط من البدايه، انت ما عندكش لعيبه بتجهزها، عندك اللعيبه حتى الاختيارات بتاعه الكابتن حلمي طولان للعيبه منتخب مصر المشارك في كاس العرب كانت اختيارات بعيده تماما عن المنطق. ليه بقول كده؟ البطوله نفسها كشفت لك مجموعه من اللعيبه
مش الكواليتي بتاعت منتخب مصر، مش دي اللعيبه اللي تشارك مع منتخب مصر وتحمل اسم مصر في بطوله زي بطوله كاس العالم. لعيبه رايحه تتفسح بالظبط كده. فمشكله كبيره، انت دلوقتي وقعت في المشكله دي، ظهرت بالاداء السيء ده، خرجت من البطوله معاك نقطتين، وخسران طبعا اخر ماتش امام الاردن ب3 اهداف نظيفه، وفعلا الاردن مسكتك في المباراه دي، غسلتك بمعنى الكلمه. انت كمان بلغة الاردن الكورة. انت كمان الاردن ما شاركتش بالمنتخب الاول بتاعها، ايوه دي شاركت second بالتاني، team. وفي ناس كمان بتقول لا ده شارك بالتالت، باللعيبه أيوة. اللي هي الثيرد تيم كمان. ايوه فمشكله كبيره طبعا، وانك تخرج بالاداء ده مفيش اي عذر للكابتن حلمي طولان، مفيش اي عذر للمنظومه الرياضيه في مصر ان احنا نخرج بالاداء الهزيل ده. مفيش اعذار، مفيش اي اعذار طبعا. ولكن هفكرك بحاجه، كارلوس كيروش قبل بطوله افريقيا في الكاميرون كان بطوله كاس العرب قبلها بحوالي شهر او 35 يوم. ايه اللي حصل؟ كارلوس كيروش اصر ان هو كان ممكن على فكره يعمل زي ما كابتن حسام عمل ويقول لا انا مش هشارك في البطوله، وانا تركيزه الهدف يبقى بطوله افريقيا ومش عايز يحصل تشتيت ومش عايز يحصل اصابات، كل الكلام ده. ولكنه رفض. بالعكس ده شارك في بطوله كاس العرب، وشارك بلعيبه اساسيه، لعيبه هو اللي خلاها اساسيه بالظبط. وشارك طبعا ببعض بعض اللعيبه اللعيبة الاساسيه. الأساسيين، صحيح. بجانب ده باقي الفريق بقوا لعيبه دلوقتي هم قوام المنتخب. لو تفتكر كارلوس كيروش البطوله دي طلع مين اللعيبه اللي طلع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. يعني الله يرحمه، احمد رفعت كان عامل بطوله يعني جميل، الله يرحمه ويحسن اليه. احمد رفعت، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، مروان حمدي. لا انت كارلوس كيروش لا ادالك او طلع من البطوله دي 5 لعيبه مميزين جدا، واسامي تانية على فكره بقوا هم قوام المنتخب في بطوله افريقيا بعدها. لو تفتكر يعني عمر كمال عبد الواحد كان الظهير الايمن الاساسي، محمد عبد المنعم اللي كان المدافع كان اكتشاف البطوله طبعا، اكتشاف البطوله في الوقت ده. مهند لاشين برغم ان السوليه وحمدي كانوا في البيك بتاعهم الفتره دي، ولكن مهند كان ليه دور، ممكن ما كانش كبير جدا ولكن كان له دور. فلا الراجل عمل لك اكتشاف لك لعيبه جديده. انما ما قالش، كارلوس كيروش ما قالش ان انا والله عندي وديه مع نيجيريا فلا انا مش هروح مش هروح بالمنتخب علشان لا. عارف يا مو برضو الموضوع ده بيفكرني، يعني بما اننا ذكرنا كارلوس كيروش قال لك ان 90% من اللعيبه المصريين يفتقدوا الاساسيات كره القدم. انت متخيل التصريح عامل ازاي؟ أيوة. انت متخيل؟ وفعلا احنا بنشوف ده دلوقتي المنتخب التاني اللي كان مشارك في كاس العرب ده بعيد يعني كل البعد عن ان هو يبقى لعيبه تحمل اسم منتخب مصر وتشيل اسم منتخب مصر في المحافل الدوليه. نقدر نقول الكواليتي قليله جدا، قليله جدا يا محمد. الكواليتي زي ما قلناها الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها، الكواليتي في تراجع في كل المراكز. خلاص انت لسه في اول الحلقه بتقول المنتخب منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، خلاص انت بتتكلم ان ده بقى الوضع السائد على كل المنتخبات المصريه. فده طبعا ليه اسباب كتيره جدا اتكلمنا فيها. انت عندك مشاكل كتيره جدا، ما بتهتمش بالمحترفين المزدوج الجنسيه، ما بتهتمش بالاكاديميات مع اللعيبه الصغيره، انت مهمل كل الجوانب دي. فبالتالي زي ما يقول لك ايه، اللي بيزرع بيحصد. ليه بنقول المغرب؟ ليه المغرب ظاهره بالشكل والقوه دي عالميا، مش هقول لك افريقيا، حتى على المستوى العالمي. لا بقيت تسمع منتخب المغرب بقى يروح يلعب البرازيل ويكسب البرازيل. صحيح. فاهم قصدي؟ بقى بالنسبه له يكسب اسبانيا، يكسب البرتغال، لان خلاص زرع فحصد. انت محتاج تزرع دلوقتي، عشان على فكره مش هتحصد كمان سنه ولا 2 ولا 5، انت ممكن تحصد كمان 10 سنين. بالظبط. التخطيط ده البناء، انت بتبني لقدام. بالظبط. فعادي الفتره بتاخد، يعني انت بتاخد فتره لغايه لما تبني وتوصل لحصاد البذره اللي انت زرعتها في البدايه. بالظبط. ده الطبيعي يعني، احنا اي مشروع كده. لو في ناس دلوقتي بتشتغل وبتخطط وعندها ضمير، دلوقتي مثلا كاس العالم 2034 في السعوديه، صح كده؟ 2034 يبقى من دلوقتي ابدا اخطط ان انا كاس العالم ده اعدله فريق محترم. انا عايز اروح فين. انما هل انت منتظر ان المنتخب بعد حوالي 6 شهور او 7 شهور هيعمل حاجه في كاس العالم؟ مش عايز اكون محبط ومش عايز احبط يعني، ولا عايز احبط الناس، بس صعب جدا. ولا يعني مش عايز اقول حتى ولا في بطوله افريقيا، لان افريقيا برضو الوضع يختلف. خد بالك منتخب مصر افريقيا انت كبير، عارف انت الكبير في افريقيا. ممكن دلوقتي في منتخبات هيبتك راحت يا محمد، هيبتك راحت بسبب عوامل كتيره جدا. يعني خلينا نتكلم نقول مثلا انت هيبتك كمنتخب مصر زي ما ذكرت في بدايه الحلقه، انت 2025 كانت سنه سيئه جدا على المنتخبات المصريه.
منتخب تحت 17 سنه خرج من البطوله، منتخب الناشئين خرج من البطوله من الدور الاول، منتخب كاس العرب خرج من البطوله برضو من الدور الاول. انت ناقص لك بس بطوله افريقيا اللي جايه دي. فانت اعدادك نفسك للناشئين من تحت سيء جدا. فانت مفيش حاجه مبشره انك طالع بلعيبه كويسه خالص صح. خالص. خلينا نتكلم برضو في نقطه تانية، عايزين نشوف وجوه جديده. احنا زهقنا من ما القدام. عندكش. انت بتشيل حلمي تجيب شوقي تجيبه، تشيله تحط حلمي، بعد كده تحط مش عارف حسام، بعد كده تجيب مش عارف ايه. فانت بتلف في نفس الدايره. يا جماعه نشوف وجوه جديده. التدريب اتطور. علم التدريب دلوقتي انت بقت بتروح تحصد رخص تدريبيه عاليه جدا، وبتحصد دورات تدريبيه كبيره جدا. فخلاص التدريب القديم او التدريب الكلاسيكي اتلغى، انتهى. فغير بقى، هات من الجيل الجديد، شوف مدربين جداد يحضروا دورات تدريبيه، عد مدربين للفترات المقبله. انا شايف ان هو بص، في مدربين قليلين جدا على مستوى العالم بيستخدموا ده لحد دلوقتي، بس انا شايف ان ده ما بقاش موجود. يقول لك اللعيب رقم 10، اصل اللاعب ده ما بيعرفش يلعب غير في رقم 10، اصل جربه في مركز 10 عشان هو مش هيعرف يلعب 8. دلوقتي يا يوسف وانت برضو اكيد فاهم النقطه دي كويس، اللعيب اللي بيلعب 10 او اللي كان متفصل على اساس ان هو بيلعب في مركز 10 بيلعب في مركز 8، والثمانيه بيلعب 10. بمعنى ان بقى الاساسي مفيش حاجه اسمها. وهذكر مثال محمد مجدي قفشه الناس كلها بتتكلم ان يا جماعه قفشه مع يستروب دلوقتي، قفشه مظلوم، ده اقليه من الجمهور، لان الناس بدات خلاص، الناس بقت فاهمه. يقول لك ايه، اصل قفشه ما بيلعبش في مكانه، اصل قفشه لما بيلعب رقم 8 قفشه ما بيجيتش الادوار الدفاعيه، قفشه ما بيقدرش يضغط، ما بيقدرش يستخلص، ما بيقدرش يحتك، ما بيقدرش يعمل كل الكلام ده. فبالتالي لا، قفشه جربه في مكانه في رقم 10. رقم 10 الكلام ده ما بقاش موجود في الكوره. طب هضرب لك مثال قريب جدا. عبد الله السعيد كانت مع جوزيه جوميز اول واحد رجع عبد الله السعيد من مركز 10 لمركز 8. وفعلا عبد الله السعيد اجاد في مركز 8 اكتر بكتير من مركز 10 لظروفه السنيه دلوقتي. فبقى بالنسبه له عبد الله السعيد الملعب كله مكشوف له. عبد الله السعيد بقى مجهوده بالنسبه له مقتصده بشكل كبير جدا في الملعب، وفي نفس الوقت بيدي للفريق وبيطلع كور لقدام كتيره جدا. فعبد الله السعيد وجوزيه جوميز العين الثاقبه اللي اختارت ان هو يلعب في المركز ده، وبعد كده اي مدرب بيجي بيبني على الاساس ده ان عبد الله السعيد بيلعب 8 دلوقتي ما بيلعبش 10. بالظبط. عبد الله السعيد اللي عنده كام سنه؟ 40 سنه. 40 سنه. عبد الله السعيد انا بس مختلف معاك في نقطه، ان عبد الله طول عمره بيلعب 10. تمام. عبد الله لما رجع يلعب 8، وعبد الله جرب كذا مره في البوزيشن ده، مش مع جوزيه جوميز بس، حتى في الاهلي. يعني انا فاكر ماتشات كتيره جدا كان عبد الله ممكن يرجع يلعب ورا مع حسام عاشور، كان ممكن يلعب في اوقات مع حسام غالي، بس اكتر كان بيبقى مع حسام عاشور. فهو متعود على البوزيشن ده. ولكن لما تجيبه دلوقتي وعنده 40 سنه تلعبه في المكان ده ويقدم لك مش هقول لك الكوره، اللي انا عبد الله كورته مميزه جدا احسن من اي حد دلوقتي في مصر اصلا طبعا. ده هو اخر ما تبقى من الجيل الذهبي. ولكن شوف المستوى الدفاعي لعبد الله بيقدمه. شوف الضغط اللي بيضغطه، شوف انه بيحاول دايما 90 دقيقه، مش هقول لك بيجري بنفس الريتم، بس الراجل بينزل يستلم من تحت، بيقرب لزمايله، بيضغط. ممكن اكيد طبعا مش هيبقى بكفاءه لاعب عنده 25 سنه ولا 26 سنه، ولكن بيعمل ده. فلما يجي لاعب عنده 26 او 27 سنه زي ما بقول مثلا قفشه، او زي حتى في الزمالك ناصر ماهر، لا انت ما ينفعش انت يبقى لعيب عايز اقول في ايه، في عزك، وتقول لا اصل انا بلعب 10. ايه اللي هيحصل لما تلعب 8؟ الكره في العالم كله اتطورت. ايه اللي بيخلي امام يلعب على قفشه؟ ان امام لعيب متطور جدا احسن لعيب في مصر يعني. فهو ده اللي بقول لك عليه، التطور للمدربين، التطور للعيبه. انت كل ده انت لسه عايش في 2010 او 2015، يعني عارف من 2010 2015 اخر 10 سنين دي انت مش موجود. الدنيا اختلفت تماما. انت دلوقتي يعني خلينا نتكلم ايه روشتة البناء للكرة المصرية بشكل عام، انك ازاي تبني وتعد منتخبات قوية للسنين اللي جاية والبطولات اللي جاية. طيب رقم 1 التأسيس الأكاديمي، ان انت تهتم بالاكاديميات. الاكاديميات دي هي الاكاديميات زي ما انت بتشوف دلوقتي في الدول الافريقيه كلها، هم بيعملوا ايه اللي بيعملوه؟ كل دوله افريقيه عندها اكاديميات في دول في القاره الافريقيه وكمان بره. هو بيكتشف اللعيبه دي، بيطورها. طلع ازاي مثلا انا في السنغال او في الكاميرون اكاديميه اللعيبه عندها مش 20 سنه و15 سنه، لعيبه عندهم 6 سنين و7 سنين، وبيلعبوهم ان هم يحترفوا كمان. يعني هم ما بيخلوهمش يلعبوا في الدوريات المحليه بتاعتهم، لا ده بيعدوا اللعيبه ان هم يحترفوا بره، يطلعوا عقليه اللاعب المحترف.
ترسيخ عقليه اللاعب المحترف، ان انت كمان مش بس ان انت يبقى هدف من اهدافك او لو الاولويه بتاعتك ان انت تطلع بره، ده انت ازاي كمان لما تطلع بره تكون لاعب محترف، مش مجرد تطلع وخلاص. عندنا نماذج كتيره جدا بتطلع بره واللي بيحصل مفيش سنه، ما بيكملوش سنه عشان اتنين. العقليه نفسها. بالظبط، هو عقليته مش عقليه لاعب محترف. ونرجع ونقول هم ليه سبقونا، وهم ليه المنتخب الفلاني وصل سيمي فاينال كاس عالم، وليه مش عارف منتخب مين بيوصل دور 8، وليه وانا ليه بخرج من دور المجموعات. وانت اسمك اكبر، تاريخك وانت مش أكبر، هتعيش على الاسم، مش هتعيش على الاسم والتاريخ. انت مش هتعيش على الاسم. الكوره ما بقتش كده. فده اللي خلى المنظر يطلع يعني بالشكل ده في كاس العرب، وتخرج بفضيحه بثلاثيه نظيفه من الاردن. يعني مع احترامي سواء الكويت، الاردن، الامارات، مش في نفس مستوى منتخب مصر، مش في نفس تصنيف منتخب مصر. يعني عندك دلوقتي مثلا احمد حسن وعصام الحضري نجوم كبار جدا، سواء في الكوره الافريقيه، الكوره العربيه، الكوره العالميه كمان. ان احمد حسن كان لعيب محترف طبعا ومعروف في اوروبا، وعصام الحضري تاريخ كبير طبعا. والجلافز بتاعته نفسها وموجوده في متحف الفيفا كأكبر لاعب يشارك في كأس العالم. فخليني اقول لك ان ازاي النجمين الكبار دول يبقى في معسكر المنتخب وقاعدين يعملوا تيك توك وقاعدين شغالين فيديوهات، واصلا العميد، اصلا مش عارف ايه، اصل هو العميد، اصل ما ينفعش. انا بحبهم جدا على فكره. ما ينفعش يا جماعه. الاثنين زي ما انت قلت، الاثنين اساطير. انا الاثنين دول انا بحبهم جدا، ودول تقريبا احنا الجيل بتاعنا، الحضري واحمد حسن دول يعني ركزتين اتربينا على الناس طبعا. ولكن انا متضايق منهم جدا. عايز اقول ان هم مش عايز اقول بيضيعوا تاريخهم، لان التاريخ انا شايف ما بيتنسيش. بص، التاريخ ما بيتلغيش. التاريخ ما بيتلغيش مهما تم انتقادك، مهما تم مهاجمتك، والناس بتفتكر دايما الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي. الناس مش هتفتكر الماضي بتاعك. يعني هاخدك للحته كده، هرجع لك تاني زي ما بيحصل مع صلاح دلوقتي. الناس دلوقتي في انجلترا بيعملوا ايه؟ هجوم طول الوقت على محمد صلاح. خلاص محمد صلاح بقى هو خلاص بقى الانسان المنبوذ. ازاي صلاح عمل كده؟ ولكن هل ده هيغير من اسطوريه وتاريخ وانجازات صلاح؟ لا طبعا. تعال نرجع لاحمد حسن والحضري. انا عايز اقول لك بقى على حاجه، مش دايما اللاعب الاسطوره شرط ان هو يكون مدرب اسطوره او مدرب كبير، او اللاعب الكبير لازم يكون مدرب كبير. ما حصلش، كان حصل مع مارادونا. بس خليني اقول لك على حاجه برضو، يعني انا مع احترامي لاتحاد الكوره اللي بيفكر وبيخطط وبيجيب وبيودي والكلام ده كله، انت دلوقتي عندك عصام الحضري. عصام الحضري مش كان مدرب منتخب مصر الناشئين؟ عمل ايه قبل البطوله على طول؟ سبك ومشي وراح سوريا. وده للاسف ده مش جديد على الحضري. يعني الحضري ممكن نتفق، مفيش حد يختلف على اسطوريه الحضري، ولكن مواقف الحضري صعبه جدا. هترجعه تاني منتخب؟ ما ينفعش طبعا يا جماعه. انا عندي مشكله بقى تانية يا يوسف. تمام، احنا قلنا ان في مشكله في الكواليتي، مشكله في التخطيط، مشكله في التنظيم، مشكله في كل الكلام ده. بس ابسط حاجه انت بتتكلم بقى دلوقتي في النفسيات. النفسيات ما بقتش صافيه لبعض. احمد حسن اسطوره ولاعيب كبير جدا، كابتن حسام حسن طبعا، او كابتن احمد حسن اسطوره ولاعيب كبير جدا، وكابتن حسام اسطوره، الحضري اسطوره. انتوا الثلاثه انتوا مش محتاجين تقللوا من بعض عشان كل واحد يبين تاريخه، عشان كل واحد يبين افضليته. الافضليه دي للجمهور مش ليك انت. انا ما ينفعش دلوقتي اقول على نفسي للجمهور. بالظبط، انا ما ينفعش اقول على نفسي دلوقتي انا احسن من فلان، ولا ينفع فلان يقول السنه اللي جايه، قول طول عمرك. لكن الافضليه دايما تبقى لمين؟ الجمهور اللي بيقيم واللي بيحكم. حسام ممكن يكون شايف نفسه انا العميد وانا المهاجم الافضل في تاريخ مصر. احمد حسن شايف ان انا اللاعب، مش لاعب الوسط الافضل، ده انا اللاعب الافضل في تاريخ الكره الافريقيه. الحضري انا واحد من احسن الحراس على مستوى العالم مثلا. كل واحد بيشوف نفسه، ولكن التقييم في النهايه بيكون لمين؟ للجمهور. صح. وده اللي احنا بنعمله هنا في البودكاست. يعني احنا بنتكلم، المدرج دايما هو اللي بيختار، وهو دايما صاحب القرار، وهو فعلا اللي بيختار مين اسطورته المفضله ومين اكتر لاعب بيحبه. يعني هسالك بقى سؤال، انت مين اسطورتك المفضله؟ كريستيانو يعني عالميا طبعا كريستيانو رقم 1 يعني بالنسبه لي. يعني مفيش احسن من كريستيانو يعني عامه، يعني وجهه نظري يعني. وجهه نظرك، بس انت كده مش محايد. لا محايد ده صح. حط 2 كمان. كريستيانو. مين؟ خلينا نحدد السؤال، نكون برضو محددين. من اللعيبه اللي انت اتفرجت عليهم، تعالى نبعد عن اللعيبه اللي احنا. كريستيانو رقم 1، ميسي رقم 2. ميسي رقم 2. لا يعني ما دام حطيت كريستيانو في الاول ما ينفعش اهمل ميسي برضه. تمام. ميسي لازم يكون موجود. يعني ميسي برضه من اعظم اللعيبه اللي لمست الكوره يعني في التاريخ. كريستيانو وميسي وكروس
بحب كروس جدا. توني كروس بحبه بس جدا. هل يصنف من ضمن يعني يصنف الثلاثي من ضمن الافضل أعظم اللي انت لعيبة في اتفرجت التاريخ. عليهم توني كروس يصنف من افضل لعيبه في التاريخ. في التاريخ؟ في التاريخ. بتضايق قوي لما يعني ما بفتكر ان هو بتضايق قوي لما بفتكر ان هو اعتزل بدري. لا اعتزل لا، في سن هو صغير للاسف كمان ريال مدريد اتاثر باعتزاله جدا، ولحد دلوقتي في مرحله من البحث عن بديل كروس. انت بقى مين بالنسبه لك؟ لا ميسي طبعا. مم. ليونيل ميسي طبعا، بس انا بحب كريستيانو. اراء. انا بحترم كريستيانو جدا على فكره وبحبه جدا. يعني انا ما كنتش من الجمهور اللي هو بيكره كريستيانو او ما بيحبش كريستيانو، بالعكس انا كنت احب اتفرج على كريستيانو لازم واشوف. نستمتع بيهم كمان طبعا خلاص، يعني احنا خلاص يعني الجيل ما بقاش بتاعنا غير قليل يعني. الجيل بتاعنا كان من وجهة نظري الجيل بتاعنا كان محظوظ جدا. الجيل بتاعنا في الكوره كان محظوظ قوي. قول لي ليه؟ تعال نتكلم عن نبدا بالكوره المحليه، الكوره بتاعت بلدنا. انت شفت منتخبك، شفت اقوى نسخه المنتخب فعلا في التاريخ، في تاريخ القاره الافريقيه. منتخب مصر 2006 2008 2010 بطل افريقيا. ممكن كان ناقص الجيل ده يوصل لكاس العالم، بس هي دي دايما النقطه. بس انت شفت الثلاثيه اعتقد مش هتتكرر. مش هتتكرر في اي مسابقه افريقيه او حتى مسابقه اوروبيه زي اليورو. صعب جدا منتخب ياخد 3 نسخ من بطوله. كان اسبانيا عملتها مرتين ورا بعض، 2008 و2012 ولكن بس ما قدرتش تعملها 2016 طبعا. كانت البرتغال بقى كريستيانو اللي خدها. كانت البرتغال. ده على المستوى المحلي. تيجي تتكلم بقى على المستوى الاوروبي والعالمي. انت اتفرجت على ميسي، حضرت شفت كريستيانو، شفت مودريتش بقى وكروس، وشفت تشافي وانيستا، وحضرت حقبه محمد صلاح من اولها طبعا يعني. ودي حاجه جميله. احنا ممكن اجيال كتير تيجي بعدنا، انا واثق في ده. يعني اتمنى ما اكونش سلبي او اكون محبط، بس هيبقى صعب جدا ان يجي لا محمد صلاح تاني. هيجي نجوم بس مش هيجي محمد صلاح. خلينا بقى نتكلم عن محمد صلاح دلوقتي والدنيا اللي حواليه وشايف ايه محمد صلاح وتصرف جديد عليه. يعني تصرف يمكن اول مره يصدر من محمد صلاح خلال سنين كتير جدا اللي قضاها في اوروبا. شفت تصريحات صلاح مع ارني سلوت ازاي؟ بص هقول لك على حاجه، خلينا نتكلم برضو دلوقتي في نقطه مهمه جدا. صلاح نجم كبير، اسطوره كبيره جدا دلوقتي من اساطير الريدز، وخصوصا كمان اسم صلاح كبير قوي في اوروبا طبعا. لكن خلينا اخدك في كذا نقطه. اللي بيحصل مع صلاح دلوقتي نفس اللي حصل صلاح طبعا وارني سلوت، نفس اللي حصل تيبيكال ما بين كريستيانو رونالدو وإيريك تين هاج. نفس اللي بيحصل، التطفيش، يقعد على الدكه ومش عارف ايه والكلام ده كله عشان يمشي بالظبط. فانت كل الظروف اللي بتحصل دلوقتي شبيهه لظروف كريستيانو رونالدو مع إيريك تين هاج. هقطعك واتفضل. ولكن تصريحات محمد صلاح كانت خلال وجوده داخل نادي ليفربول وهو لاعب لنادي ليفربول. تصريحات كريستيانو كانت بعد ما خرج من مانشستر يونايتد. تفرق. ما هي دي اللي كانت تنقص صلاح، ان هو كان لازم ياخد باله من النقطه دي، انه كان لازم يلم الموضوع ويتكلم مع ارني سلوت، يتكلم مع الاداره ان هو مش راضي عن الموضوع ده. ولكن خليني اقول لك على حاجه برضو مهمه جدا. من الواضح ان صلاح فعلا اتكلم في الموضوع ده داخليا وفي الغرف المغلقه، ولكن ده اللي خلاه او دفعه ان هو يطلع بالتصريحات دي ويتكلم في الملأ، لما هو ما لقاش اي حاجه بالظبط، ما وصلش الحل. فده انا متاكد من النقطه دي بشكل كبير جدا. لا وبص شوف ذكاء صلاح برضو في استغلال التوقيت المناسب انه يطلع ويتكلم ويقول التصريحات دي. ماتش ليفربول مع ليدز يونايتد، ليفربول كسبان 2-0 لحد الدقيقه 60. في الاخر ايه اللي حصل؟ نص ساعه الماتش يتقلب يخلص 3-3. فاستغلال التوقيت المناسب عشان يقول لهم مش انا المشكله. هو دلوقتي مش انا المشكله. يعني هو دلوقتي صلاح هو المشكله. هو مش صلاح ده اللي كان شايل ليفربول السنين اللي فاتت دي كلها. ايه ليفربول قبل صلاح غير بعد صلاح طبعا. ليفربول بعد صلاح 3 فاينلز تشامبيونز ليج، 3 فاينل تشامبيونز ليج كسب منهم 1. قدر ان هو يفوز بالدوري الانجليزي اللي كان غايب مرتين 30 سنه ولا حاجه. مرتين طبعا. صلاح مساهم بشكل كبير جدا، اهداف واسيست. صلاح اسهاماته 250 جون في 420 مباراه يعني مع ليفربول. ده اللي في الاخر ده يعني ده رد الجميل في الاخر. لا طبعا. ولكن يعني هناك الانجليز او خلينا نقول ملهمش عزيز. ما لهمش عزيز. الانجليز ما لهمش عزيز. ده حقيقي. هو بالنسبه له لا، انا النادي هو الاهم. النادي هو اللي فوق، وبعدين بقى نشوف اللاعب. بس خد بالك من حاجه، مهما كان نجوميته انجليزيه كتيره جدا مش راضيه عن الوضع ده. يعني ماشي. وفي برضه بيدعموا صلاح بشكل كبير، نجوم عالميه كبيره جدا بيدعموا صلاح بشكل كبير. وعلى الناحيه الثانيه هتلاقي برضه جمهور كتير جدا من جماهير ليفربول. وبالنسبه لهم لا طبعا الاداره صح، ارني سلوت صح، اللي صلاح عمله غلط. هم داعمين. هو طبعا جزء اللي صلاح عمله غلط، ولكن برضو خليني اقول لك على حاجه. يعني احنا بنشوف هجوم
يعني قوي جدا من لعيب اقل ما يقال عليه ان تاريخه كله هو اكتر حاجه يعني مساهم فيها الاهداف في مرماه، اللي هو كارجر. كارجر قاعد شغال على صلاح، الله ينور، يعني قاعد ويقول صلاح كان معروف ان هو اللعيب اللي فشل مع تشيلسي قبل ما يجي، وصلاح هو المشكله، وصلاح 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 وصلاح. انت مين يا كارجر عشان اصلا تتكلم عن محمد صلاح؟ محمد صلاح اللي عمل تاريخ ليفربول الحديث. محمد صلاح من اللعيبه المساهمه بشكل كبير جدا في تاريخ ليفربول. هقول لك على حاجه، محمد صلاح من هدافين التاريخيين لليفربول. محمد صلاح من اكتر اللعيبه اللي عملت اسيست في تاريخ ليفربول. محمد صلاح اسطوره من اساطير ليفربول والكره الانجليزيه بشكل كبير جدا. ولكن حريه الراي مكفوله للجميع. ده لاعب، لاعب مشهور، لاعب عالمي، شخص، مش هقول لك بقى لاعب، ده شخص مشهور، ولكن طبيعي يبقى فيه انتقادات. ولكن هجومي. النقد نقد بناء مش نقد هجومي. صلاح مش اول واحد كارجر ينتقده بالشكل ده على فكره. كارجر يعني خلاص هو راجل شخصيته. وين روني بيهاجم صلاح برضه؟ وين روني خلاص، فهو انت لاعب عالمي، لاعب مشهور، زي ما بقول لك انت شخص مشهور كمان. صلاح طول مسيرته هل ما تعرضش لانتقادات؟ لا اكيد تعرض لانتقادات. صلاح تعرض لانتقادات من اول ما راح تشيلسي لو تفتكر. من كام سنه، من 13 سنه، كان دايما ما بيلعبش كتير مع جوزيه مورينيو. بعدها راح فيورنتينا اتهاجم شويه، بعدها راح روما. فهو حياته عباره عن زي ما فيها نجاحات برضو فيها هجوم وانتقادات. بس اقول لك على حاجه، انت عارف صلاح ان التصريحات اللي هو قالها دي، مساحه صلاح ونجوميه صلاح واسطوريه صلاح تسمح له ان هو يطلع بالكلام ده. يعني عارف انت لو مع لعيب تاني اقول لك لا، بس اسطوريه صلاح ونجوميه صلاح ومساحه صلاح تسمح له ان هو يتكلم الكلام ده ويوضح الصوره للناس ويقول لهم انا بيتعامل بمعامله سيئه جدا. ومن الاخر مش جديد خالص على الكره الانجليزيه، ومش جديد اصلا على الكره في اوروبا ان عندها مساحه من العنصريه تجاه اللعيبه العرب. طبعا ان هم يعني مش عايزين يظهر ان في لعيب مش انجليزي او مش اوروبي يبقى اسطوره. مش هقول لك بقى من ليفربول فكره العنصريه ضد اللعيبه الافارقه او اللعيبه العرب تحديدا. صحيح. لا تعالى بقى نروح للبالون دور. هل صلاح بالسيزون العظيم اللي عمله السنه اللي فاتت كان يستحق ان هو يكون خامس لاعب لا طبعا في ترتيب الكره الذهبيه؟ لا طبعا. ولكن برضو انا مش ما بحبش دايما فكره الشماعات او فكره ان اصل ده عشان افريقي او ده عشان عربي. انا برفض فكره الشماعات تماما. ولكن يعني عارف وصلوني لمرحله ان انا اقول لا، هو برضو في جزء ممكن مش كبير ولكن جزء موجود، نسبته ممكن ما تكونش تتعدى 20% ولكن موجوده. ليه اصلا تكون موجوده؟ يعني صلاح يكون خامس لاعب في ترتيب الكره الذهبيه؟ لا طبعا مش منطقي. ما عايز اخدك بقى، ودي كانت بدايه النهايه. خد بالك لصلاح طبعا كيرفو نزل. خلينا بقى اخدك في نقطه تانية. هل شايف طبعا مصر ونجمها الاوحد واسطورتها طبعا محمد صلاح، وهو حاسس بحزن وحاسس ان هو مصدوم بشكل كبير قوي مع نادي ليفربول، ايه اللي ممكن يحصل في افريقيا ونجمها حزين؟ هل ده ممكن يأثر على مشوار المنتخب في افريقيا ومحمد صلاح، ولا ممكن يكون عامل ودافع كبير جدا ان محمد صلاح عايز يثبت نفسه وياخد بطوله مع منتخب مصر؟ هقول لك جمله واحده: رب ضاره نافعه. انا شايفها واخدها من الزاويه دي، الزاويه الايجابيه طبعا. صلاح بجانب لعيبه تانية هقول لك عليهم عنده حاجه يثبتها. صلاح في خلال البطوله دي بيثبت او هيثبت وبيثبت ان هو مش هو المشكله. هيبقى عنده الهدف ده، الدافع ده. مش انا المشكله. صلاح لعب كام بطوله افريقيا مع مصر؟ من 2000 لعب 17 لعب 19 22 لعب 21 3. بص صلاح لعب 17 19 21 23 25 هتبقى افضل نسخه لمحمد صلاح خلال البطولات افريقيا اللي شارك فيها مع المنتخب. نتمنى ده اللي المنطق. الكرة فيها كل حاجه. ممكن صلاح ما يكونش موفق في البطوله، ولكن باللي بيحصل خلال الفتره اللي فاتت معاه رب ضاره نافعه. صلاح لازم هيثبت ان هو عمره ما كان مشكله. كل الدعم للمنتخبنا الوطني طبعا، وكل الدعم للكابتن حسام حسن، وكل الدعم للعيبه اللي احنا داخلين على بطوله مهمه جدا، بطوله محببه لكل الجماهير المصريه. فمحتاجين كلنا نكون ورا المنتخب بشكل كبير، ورا المنتخب مش ورا الاسماء، ورا المنتخب، ولازم ندعمهم بشكل كبير جدا. فخلينا بقى نتكلم عن افريقيا واختيارات الكابتن حسام حسن، والقائمه كانت نزلت. شايف الاختيارات ازاي، وشايف القائمه ماشيه ازاي، وشايف حتى مشوار كابتن حسام حسن لغايه دلوقتي مع المنتخب ماشي ازاي؟ انا في حاجه كنت عايزه ارجع لك ليها.
قبل ما اجاوبك على السؤال ده، انا قلت لك ان صلاح يبقى عنده حاجه لازم يثبتها. طبعا. غير محمد صلاح في لعيبه تانية عندها كلام كتير قوي، كلام كتير في الكوره. عمر مرموش هيبقى عايز يثبت ان هو انا مش لاعب بديل، طبعا عايز يثبت ده لبيب جوارديولا، ان انا مش جاي لك من فرانكفورت من الدوري الالماني بالطفره اللي انا كنت عاملها دي عشان ابقى لاعب بديل في تشكيلتك. امام عاشور هيبقى عايز يثبت ان هو لاعب مؤثر، وان هو غيابه عن المنتخب خلال الفتره اللي فاتت كان غياب فارق. مصطفى محمد هيبقى عايز يثبت ان هو محترف، والمدير الفني كان هيبقى عايز يثبت هيبقى عايز يثبت ان هو محترف كامل مش نص محترف، وربع بقى، كان ربع ساعتها ولا ربع يعني فاهم. فكل دي لعيبه عندها دوافع. طبعا الدوافع هتبقى كبيره جدا للعيبه دي، وخصوصا كمان انت دلوقتي المنتخب يعني كان بعيد خالص عن البطوله لسنين طويله، فانت داخل البطوله وعندك الدافع الكبير انك عايز تحقق البطوله، عايز تعمل انجاز كبير لبلدك. اللعيبه كلها عايزه تثبت نفسها، كابتن حسام حسن نفسه عايز يثبت نفسه، وعايز يثبت للجماهير المصريه ان هو مدرب كبير. وعايز اقول لك كابتن حسام لقى انتقادات كتيره اول فتره اللي فاتت، ولكن ممكن الانتقادات دي تكون دافع كبير ليه ان هو يعمل حاجه في البطوله اللي جايه. عايز اقول لك على حاجه، ان انا شايف واتمنى اكون غلط ان اللي حصل في بطوله كاس العرب بيزود الضغط على المنتخب الاول او على منتخب كابتن حسام حسن. فهيبقى لان دلوقتي بقى بالنسبه للناس ايه، انت بتتكلم هنا على مدار السنه كلها، انا كل المنتخبات المصريه كل فئاتها بالظبط انا نازل، فبالنسبه للجمهور مفيش غيرك، يا تنجح يا تبقى مع المنتخبات دي، دي وساعتها ونغير بقى المنظومه كلها. بص يعني مش عايزين نسبه الاحداث، ولكن زي ما بقول لك وبالنسبه لكل المشجعين المصريين، انا بالنسبه لي دلوقتي المنتخب الاول هو ده البطوله دي طوق النجاه. طب انا عندي سؤال ليك يا مو، يعني عندي سؤال ليك. حسام حسن لو فشل في حصد البطوله او فشل في بطوله الافريقيه المقبله، هل سيظل مدير فني لمنتخب مصر في كاس العالم المقبل؟ لا طبعا هيتم التضحيه بيه طبعا. بص مش هيتم التضحيه بيه. بص مش عايزين برضو نقول نظلم صاحب القرار اللي ممكن يعني يتخذ القرار ده، او ان هو يقيل كابتن حسام حسن. لان لا انا مش شايف برضو، بص انا داعم جدا ليه خلال الفتره اللي فاتت وفي خلال البطوله، داعم جدا ليه، ولكن احنا عندنا مشاكل. فانت لو لا قدر الله ما وفقتش في البطوله وخرجت في دور متقدم، تحديدا دور متقدم، يعني ممكن الكلام يختلف لو وصلت فاينل، يمكن انت ما تعرفش اللي ممكن يحصل، بس لو خرجت في دور متقدم بالمستوى والشكل اللي احنا بنشوفه وتم اقاله كابتن حسام، فهنا ما ينفعش نيجي نكتب نقول تم التضحيه بكابتن حسام حسن. لا، ما تمش التضحيه بكابتن حسام حسن، انت خدت فرصتك وما استغلتهاش خالص. صح. يعني كل التوفيق طبعا لمنتخبنا ان شاء الله في البطوله، وان شاء الله نعمل بطوله كويسه. شايف مين اللاعب اللي ممكن ينفجر خلال البطوله دي أنا او شايف يفاجئنا؟ من وجهه نظري شايف مصطفى محمد عنده الدوافع الكبيره جدا اللي عايز يثبت فيها نفسه ويثبت فيها ان هو مهاجم مصر الاول. مصطفى محمد يستحق مصطفى محمد محترف كبير جدا، مصطفى محمد عنده امكانيات كبيره جدا تقدر تقود المنتخب للبطوله. هيشارك. تفتكر بقى انه هيشارك؟ طب دلوقتي خلينا نقول، عارف ليه؟ لانه احسنه. بس في نقطه عايز اقول لك عليها. دلوقتي انت هتلعب، تعالى نتكلم ان انت هتلعب بثلاثه في الخط الامامي. هنقول ان محمد صلاح هيبقى في الناحيه اليمين، مرموش شمال. مرموش ولا تريزيجيه؟ ما انت لو تريزيجيه راح شمال، مرموش لان هو هيلاعب تريزيجيه نص ملعب، دي انا متوقعها. تريزيجيه يلعب نص ملعب، انا متوقعها يعني. خلاص في الحاله دي مش غير كتير يعني. طيب شايف دور امام عاشور ممكن يكون عامل ازاي خلال البطوله؟ امام عاشور مش هيبتدي، مش جاهز. شفت اصلا قرار ان امام يكون موجود في السكواد بتاع المنتخب في البطوله وهو ما شاركش بقاله، او يعني شارك في الفترات الاخيره الدقائق، مش عايزين نقول حتى ما كملش شوط، لو كان مجمعت الدقائق كلها اللي لعبها 20 دقيقه ما كملش 20 دقيقه بالظبط. شايف القرار ده كان قرار صح؟ لا طبعا. انا بالنسبه لي شايف ان امام لعيب مختلف ويبقى موجود مع المنتخب، ولكن لو كنت عايز فعلا تضمه صح كان لازم تخليه يلعب بطوله كاس العرب، تجهزه من بطوله كاس العرب. دي وجهه نظري. ده حقيقي. بص انا شايف ان قرار استدعاء امام كان لسبب. بص انت دلوقتي عندك في خط النص عندك 6 لعيبه. عندك مروان عطيه، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاته، وعندك محمود صابر وامام عاشور. يمكن الثنائي اللي مختلف في ال6 دول مين؟ امام عاشور ومحمود صابر. محمود صابر لسه برضو هجومي شويه، يعني بيلعب في الناحيه الهجوميه، ولكن برضو محمود صابر بكلامك على فكره عنصر المشاركه الدوليه او عنصر الخبرات لسه شويه. فمين اللي موجود؟ امام عنده زي ما تقول كده كومبو،
هو اللاعب الوحيد في مصر اللي عنده سرعه، مهاره، تسديد، قوه، عنده اللمسه الابداعيه التشيب باس والدبل باس، وعنده الشخصيه. 6 حاجات. امام عنده ال6 حاجات دول. لو جيت بصيت في اي لاعب تاني في مركزه كلهم شبه بعض، مفيش. قصب قصب. فهو بالظبط مفيش. صح. فهو بالنسبه له ده اللاعب الوحيد المختلف، لاعب عنده زي ما قلت لك 6 حاجات. لو جيت بصيت على كل لعيبه الوسط ال5 الغير امام، لا ما عندهمش. ما انا بقول لك هتلاقي واحد عنده القوه والتسديد بس ما عندوش اللمسه الابداعيه، واحد عنده اللمسه الابداعيه والقوه بس ما عندوش الشخصيه. فده كان السبب. دلوقتي عايز اقول لك يعني اهم حاجه كل الدعم بقى لمنتخبنا. نتمنى ان المنتخب يعمل اداء كويس جدا في البطوله، نتمنى ان احنا نشوف شكل مغاير تماما اللي حصل مع بطوله كاس العرب، نتمنى ان المنتخب يصالحنا كلنا كجماهير بنحب نشوف المنتخب الوطني. مستني من اللعيبه اللي هم او من الجهاز الفني كمان الشغف اللي كان دايما لما نيجي نقعد نقول ده منتخب مصر بيلعب، فاهم؟ نقعد نتفرج ونكون متابعين والكلام ده، مش نيجي نتفرج نلاقي اداء وحش، اداء باهت ما نحبش ان احنا نتفرج عليه والكلام ده كله. فطبعا يعني كل التوفيق للمنتخب باذن الله. يلا نسال سؤال الحلقه. يلا بينا للمدرج بتاعنا. يلا بينا. ابدا انت. دلوقتي هسالك سؤال، ايه هو مشوار مصر في بطوله افريقيا 2008 اللي كانت معموله في غانا؟ ده مشوار في دور المجموعات. في دور المجموعات بس. تحديدا. طيب اول ماتش مصر والكاميرون 4-2. اول سجل الجون الاولاني المنتخب كان حسني عبد ربه، ضربه جزاء اتعادت لو تفتكر. بعد كده زيدان جاب الجون الثاني من اسيست تحفه لمتعب لو تفتكر ال1 2 اللي عملوه مع بعض. الجون الثالث كان زيدان برضو، والجون الرابع كان تسديده رائعه من حسني عبد ربه. الماتش الثاني 4-2. والماتش ده صامويل ايتو سجل فيه الجون الثاني للكاميرون. ماتش السودان تاني ماتش كان 3-0. ضربه جزاء اللي خدها كان حسني عبد ربه، سجلها حسني عبد ربه. الجون الثاني كان ابو تريكه، الجون الثالث ابو تريكه. في الحارس السوداني المشهور جدا المعز محجوب. ايوه ده حارس كبير جدا في السودان. الماتش الثالث كان مصر وزامبيا 1-1. سجل الجون الاولاني لمصر عمرو زكي لو تفتكر العرضيه اللي لعبها سيد معوض، لحقها من على الخط عمرو زكي. طبعا فيرست تايم جون، حاجات بتاعت عمرو زكي. وكان ليه جون شبه ده لو تفتكر في ويجن لما كان بيلعب في ويجن. اللي سجل التعادل ليهم كان لعيب كبير جدا في زامبيا، كاتونجو. فاكر كاتونجو؟ كان كابتن الفرقه. لا مش كابونجو، كاسونجو. كاتونجو كان كابتن الفرقه وجاب جون حلو جدا. الماتش خلص 1-1. قول لي مين سجل اجوان مصر في سيمي فاينال بطوله افريقيا 2010 انجولا؟ انجولا. ماتش الجزائر كان اول هدف كان سجله حسني عبد ربه من ضربه جزاء، خدها متعب. ضربه الجزاء دي اتعادت مره عشان حسني عبد ربه هوش الحارس فوزي شوشي. وعدها، فحسني عبد ربه اللي جاب الهدف الاول. الهدف الثاني كان زيدان، محمد زيدان برضو. زيدان بطريقه حلوه عملها بشماله، كانت جميله جدا. كان ده يبين لك قد ايه زيدان كان عنده يعني كواليتي عالميه جدا، لعيب جامد جدا يعني. وعايز اقول لك زيدان كان من اسباب فعلا الفوز بالبطوله دي والبطوله اللي قبليها اللي هي البطوله اللي قبليها طبعا اسيست في ماتش الفاينل الكاميرون. يعني كان لعيب جامد جدا يعني. الجول الثالث كان عبد الشافي، محمد عبد الشافي من زاويه حبيبي يعني، زاويه يعني زاويه بيقولوا زاويه مستحيله يعني حطها حلو قوي بشماله في زاويه فعلا كانت ضيقه جدا عند حارس المرمى. والجول الرابع كان سجله البديل الذهبي محمد ناجي جد يعني جد طبعا غالي. كان مفاجاه البطوله دي يعني. طبعا كان اكتشاف البطوله. تيجي بقى انت تسال المدرج بتاعنا سؤال الحلقه. تعالى نسال. ايه رايك نسال سؤال عن كابتن حسام حسن؟ ماشي يلا بينا. اسال. كم بطوله لكاس الامم الافريقيه شارك فيها كابتن حسام حسن مع منتخب مصر؟ دلوقتي احنا مستنيين المدرج بتاعنا يجاوبنا على السؤال ده على البلاتفورمز المختلفه بتاعتنا، سواء فيسبوك، انستجرام، او تيك توك، او حتى يوتيوب، ونعمل شاوت اوت للاجابه الصح، ونطلع طبعا اجاوب الاجابه الصح على البلاتفورمز المختلفه بتاعتنا.